السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الولد سعدون. حنا اليوم الجمعة، التاريخ 14/9 14 رمضان. هذا على قول ناصر الصافي والمتحدث الرسمي حق شو اسمه حق الوزارة والصحة في حفر الباطن، كلامهم كله غير صحيح. هذا الولد للحين مريض، وانا صراحة اناشد اهل الخير، واناشد كل واحد يشوف الفيديو. هذولا ناس قاعدين يجربون بولدي، كل ماله يزيد المرض عنده، كل ماله يزيد. هم يقولون انه جو وكشفوا على حالته وانهم سووا وكذا من الامور هذه، وهم كذابين. حولوني لمدينة الملك سعود الطبية وقالوا لي هذه اوراقك للتحويل، ورحت لمدينة الملك سعود الطبية وجيتهم قالوا لي ارجع جيب لنا التنويم. انا ماني رايح جاي، انا جاي بسيارة مو قريبة عندي عشان اجيب لهم ورقة التنويم. وبعدين هم اللي طلعوه، انا ما طلعت الولد، هم اللي طلعوه لي من عند المستشفى. ولا المفروض مرقدينه وماخذين تحاليل ومرقدين الولد ويشوفون فحوصاته ويشوفون كل شيء، مو يجون يعطوني كم دهون ويقول لي روح. انا تعبت والله، تعبت. شنو الفوضى هذه؟ يعني ناس ما تخاف الله. زين انت يا متحدث الرسمي، ليش تحط بذمتك على شيء ما شفته؟ والولد تعبان وانت ما جيت ولا شفت الولد، ولا حد شاف الولد، ما في الا دكتور واحد شاف الولد. كذابين، كل ساعة تقولون سوينا وحطينا وانتم كذابين. ليش ما تخافون الله بالولد؟ قاعدين تجربون فيه انتم ولا شنو؟ ليش الفوضى هذه؟ ليش الفوضى؟ انا طالب بحقي وبحق ولدي، انا مواطن سعودي. انت انحطيت لي ولغيري، مو حاط كرسي وقاعد بالمقاهي ولا باستراحات. هذا ولدي، ما هو لعبة عندك. ولدي انا طالب الملك وطالب ولي العهد وزير الداخلية محمد بن نايف ومحمد بن سلمان، انا طالبهم حق ولدي عند الصافي ناصر الصافي. هذا اللي حاطينه على غير فايدة. هذا يغش المسلمين ولعبوا بالمسلمين، ضحايا راحوا، مو بس ولدي، الضحايا كثير. هذا ولدي، يعني ما في علاج له عندهم، ما في الا الدهنين ما في غيرها. لعبوا بولدي، كذابين، يقولون سوينا وحطينا وكذابين.